مش بتحصل معانا كلنا؟ فجأة كده تلاقي طاقة وحماس مش طبيعيين. خلاص من النهاردة حياتي هتتغير، هبدأ مشروع، هروح الجيم، هعمل ويومين 3 بالكتير تلاقي كل ده اتبخر. رجعنا لنفس النقطة. تفتكروا إيه السر ورا الموضوع ده؟ لو حسيت إن القصة دي بتاعتك فاطمن، أنت مش لوحدك خالص. شوف الرقم ده، 90%. 90% من الناس بيقعوا في نفس الفخ ده. فالموضوع مش فشل الشخصي ولا قلة إرادة، لا لا، القصة أكبر من كده بكتير. طيب، إيه رأيك لو أقولك إن المشكلة مش فيك أصلاً، ولا الموضوع له علاقة بالكسل خالص؟ الصدمة الحقيقية واللي هنوضحها النهاردة إن الكارثة كلها بتحصل بسبب الطريقة الغلط اللي بنبدأ بيها. طيب، تعالوا نفصص بقى دايرة الفشل دي، القصة دي اللي كلنا تقريبا عشناها. إزاي بنبدأ وإحنا طايرين من الحماس وبننتهي مستسلمين تماما؟ صدقوني القصة دي هتحسوا إنها مكتوبة عنكم. اليوم الأول، ياه على الإحساس ده، لحظة الإلهام اللي بتنزل علينا فجأة. بنحس إننا خلاص هنكسر الدنيا. الأهداف بتبقى عاملة إزاي؟ من بكرة هشتغل 10 ساعات في اليوم، هروح الجيم كل يوم ساعتين. بنبقى حاسين إننا أبطال خارقين ومفيش قوة على الأرض تقدر توقفنا. ممكن اليوم التاني يعدي بنفس القوة، لكن اليوم التالت هنا بتبدأ الصدمة. الواقع بيبدأ يفرض نفسه. الحماس ده كله بيروح فين؟ بيتبخر. الجسم بيبدأ يصرخ من التعب، والهدف اللي كان شكله بطولي ده بيبدأ يتحول لوحش مستحيل نغلبه. ويجي اليوم الرابع، فين؟ اختفينا. خلاص، كأننا ما عملناش أي حاجة. وهنا بقى مربط الفرس زي ما بيقولوا. إحنا بنختفي مش عشان إحنا وحشين، لأ، بنختفي لأننا بدأنا بقوة أكبر بكتير من اللي نقدر نستمر عليها. بالظبط كأننا داخلين سباق ماراثون، بس بدأناه بسرعة سباق 100 متر، أكيد هنقع. حلو قوي، يبقى مين بقى المتهم الحقيقي في القصة دي كلها؟ تعالوا نشوف الحقيقة الصادمة عن الحماس واللي غالباً هتغير مفهومنا كله عن الموضوع. جاهزين للصدمة؟ الفكرة كلها بتتلخص في الجملة دي: الحماس هو عدو الاستمرارية. أيوة بالظبط كده. الحماس اللي بنبدأ بيه ده، اللي بنحس إنه هيخلينا نغير الكون، هو نفسه السبب اللي بيوقعنا في أسرع وقت. هو اللي بيخلينا نبدأ بداية قوية قوي لدرجة إننا منقدرش نكملها. بصوا، المقارنة دي عشان توضح الصورة أكتر. على الشمال عندنا الحماس، بيبدأ كبير وسريع، معتمد على إحساس مؤقت وآخره إيه؟ احتراق نفسي وبنقف. لكن بص بقى على اليمين، ده النظام، بيبدأ صغير قوي، بيعتمد على فعل يومي بسيط، وده اللي بيوصلنا في الآخر للاستمرارية، يعني النجاح الحقيقي. طيب كفاية تشخيص للمشكلة، إيه الحل بقى؟ الحل العملي والبسيط هو قوة النظام. إزاي نبني عادة تعيش وتكمل معانا، مش مجرد فرقعة في الأول وخلاص. والنظام ده عبقري في بساطته. هما 3 خطوات بس. أول حاجة، ابدأ بداية صغيرة جدا، صغيرة لدرجة إنك ما تقدرش تقول لأ. يعني لو عايز تقرأ مش هتقول هقرأ كتاب، هتقول هقرأ صفحة واحدة بس. تاني حاجة، ركز إنك تبني عادة مش توصل لهدف. يعني المهم إنك تعمل الحاجة دي كل يوم، مش مهم النتيجة النهائية دلوقتي. تالت حاجة ودي الأهم، خليك مستمر مش متحمس. لازم تعمل الحاجة دي كل يوم، خصوصاً الأيام اللي مالكش نفس فيها خالص. ولسه الفكرة مش واضحة؟ طيب، تعالوا نشوف مثال بسيط جداً يورينا إزاي النظام ده بيشتغل على أرض الواقع. تخيلوا معايا 2 بيجروا. الأولاني ده بتاع الحماس، قالك أنا هجري 10 كيلو من أول يوم. عمل إيه؟ بعد يومين كان مهدود ووقف تماماً. التاني بقى بتاع النظام، قالك أنا كل يوم هجري 100 متر بس، 100 متر. بعد شهر، تفتكروا مين اللي لسه بيكمل وبيتحسن؟ أكيد التاني، اللي بدأ بحاجة بسيطة قوي لكنه استمر. طيب، إيه الخلاصة بقى من كل الكلام ده؟ لو في فكرة واحدة بس عايزاكوا تطلعوا بيها النهاردة هتكون إيه؟ الرسالة بسيطة ومباشرة وقوية جدا. النجاح الحقيقي مش بيجي من الحماس اللي عامل زي الألعاب النارية، لأ، النجاح الحقيقي بيجي من الاستمرارية، من إننا نعمل الخطوات الصغيرة دي حتى لو مملة، كل يوم، كل يوم. ودلوقتي السؤال الأهم، إيه هي الخطوة الصغيرة قوي اللي ممكن كل واحد فينا يبدأها النهاردة؟ مش بكرة، النهاردة. خطوة تكون سهلة لدرجة إن مفيش أي حجة ممكن نطلعها عشان نأجلها. دي النصيحة الأخيرة، ابدأوا النهاردة. خلوا البداية دي صغيرة بشكل ممكن الناس تضحك عليه، بس الأهم من أي حاجة تانية، اوعوا توقفوا. القوة الحقيقية كلها في الاستمرارية. ولو فعلا مستعدين نغير الطريقة دي ونبدأ صح، تعالوا نعلن ده. لو وصلت معانا لحد هنا، انزل في التعليقات واكتب كلمة واحدة: هكمل.
خلينا نشوف كام واحد فينا قرر يكسر الدايرة دي للأبد ويبدأ صح المرة دي.